ستوري تايم. وعندنا هنا ستوري حلوة قوي قوي باسم The Kid. The Kid. الطفل. The Kid. The Kid. The Kid. تعالوا نشوف مع بعض ماله الطفل. Number 1. The kid can use ink. ايه ده يا مس؟ ايه الكلمة دي؟ قال لي دي سايت وورد جديدة مع بعض هنتعلمها. هنا بيقول لي the kid can use ink. انا عندي كلمة جديدة وهي use. الكلمة دي معناها يستخدم. The kid can use ink. تعالوا كده نبص على الصورة. هو فعلا الطفل بيعمل كده؟ بصوا قاعد بيستخدم الحبر وعمال بيلون. The kid can use ink. واحدة واحدة. يلا هتحط ايدك على الكلمة وانا هقرأ وانت هتسمعني. The kid can use ink. مرة كمان. The kid can use ink. The kid can use ink. Number 2. قال لي he can open a lid. he can open. احنا عندنا كلمة جديدة كمان. ايوه بس هي سهلة جدا. تعالوا كده نركز في الصورة. He can open a lid. يستطيع أن يفتح الغطاء. ماسك الغطاء أهو في إيده. He can open يفتح. open a lid. طيب تعالوا نشوف هنا معانا. قال لي he can open a lid. يبقى أنا الكلمة الجديدة عندي هنا open. واحنا كنا اتمرنا مع بعض في الحلقات اللي فاتت على كلمة كان يستطيع. كان اهي شفناها هنا كمان مع بعض وكمان شفناها هنا. عندي كلمة هنا معناها يستطيع. he can هو يستطيع. فهو هنا بيقول ايه؟ he can open a lid. قولوها معايا يلا. he can open a lid. he can open a lid. he can open a lid. برافو علينا. نيجي بقى النمبر 3. ايه اللي بيحصل ده؟ he can sip and zip. بصوا كده شوفوا الطفل بيعمل ايه؟ ماشي بيشرب وطالع يجري وهو بيعمل ايه؟ بياخد رشفة. he can sip and zip. he can. احنا لو جينا نركز هنلاقي كلمة كان اتعادت مرة كمان وسهلة جدا. بصوا كان يستطيع. كان he can sip and zip. he can sip and zip. he can sip and zip. لو أنا هقرأ كلمة and وأنا بقرأ الجملة بتاعتي كلمة هتلاقيني بقولك and he can sip and zip. لكن لو أنا زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت قرأت السنتنس بتاعتي دي بسرعة فهقولها he can sip and zip. listen. he can sip and zip. he can sip and zip. أنا ما نطقتش هنا حرف الدي. أكلته هم يا مامي الله طعمه حلو قوي. he can sip and zip. he can sip and zip. number 4. قال لي تعالي نشوف مع بعض number 4. الطفل ده عمل ايه؟ This
kid. أوه، إحنا عندنا هنا كلمة this. يا مس، ده الصديق السري TH. أيوة هو ده، لازم أطلع لساني. this برافو علينا. فهنقولها this. هذا الطفل. this kid. عندي بقى كلمة جديدة وهي needs. هنحفظها مع بعض. this kid needs a bib. شايفين بهدل نفسه ازاي؟ وقع على نفسه، بهدل هدومه. عشان كده مامي بتقول this kid needs a bib. هتحطي له كولا. this kid needs a bib. تعالوا بصوا كده نركز. this kid needs a bib. this kid needs a bib. this kid needs a bib. تعالوا نقرأ بقى الستوري كاملة على بعضها. The kid can use ink. The kid can use ink. He can open a lid. He can open a lid. He can sip and zip. He can sip and zip. He can sip and zip. This kid needs a bib. This kid needs a bib. كده يا أصحابي إحنا خلصنا مع بعض أول بارت من الشورت فاول I. قرأنا مع بعض families جديدة، عرفنا ازاي نعمل spelling للCVC words، قرأنا مع بعض story بكل سهولة. كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا وكمان اتبسطتوا، وهتوحشوني جدا جدا قوي خالص. وبس كده خلاص.